لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 831 لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيمو خزمتان ومن بس رضا من دي رب العالمين وهي دائم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بەڵێ خۆشەویستان لە درێژەی ئاەتەکەی پێشووترکە خی گەورە سوبحانەهو وتەعالە باس لە دوعایەک دەکات کە موسا دەیکا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کاتێکەوە لە نهایەتی ئاەتەکەی تر دەفەرمی فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين إنجا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يا ربي خواه بريار بدل بومان لو دنيا حسنة أويت هاكية بيمان ببخشي وفي الآخرة الآخرة تشبه ماشية إنا هدنا إليك إما رجعنا إليك قراين ولايت يا رب العالمين. خوي قول فرمي قال عذابي أصيب به من أشاء أو عذابك ها هيتم أوي مشيئتم لسربي لأهلي أوي كوا مستحق لبو عذاب أوي مشيئتم لسربي عذاب الدم ورحمتي وسعت كل شيء رحمتك شم هر هموش تشي داقرتيا فسأكتبها بلام لو شي دنسم لو شي برياد دم لقيامت للذين يتقون أوانيك والتقوى هيا ويؤتون الزكاة زكاة مالكان ينددن والذين هم بآياتنا يؤمنون أوانيك إيمان بآتكان إيما هيا وكل معارج ضلي واكتب لنا واكتب ضلي دعاء جاء التعبير فيه عن آخر الأمر الذي يثبت به المراد المقضي تنجيزه في المستقبل. كواتا دعاء ذاك لومن بنوسه كواتا لومن بنوسه واتا كوتاشد كخواير بريال سشتك ددا دنسريته هر وكل كاروباري مجدا ولله المثل الأعلى كاتك وقفنقا بابلين مشهورة دكين لبين يكتري لسرشتك باش أو إذا جينا أنزامك وبرياري لسردين أو برياري دنسريته كنسرة وتجي بجهدكري ولله المثل الأعلى. موسى عليه الصلاة والسلام داواد كخوا بينو سوا لبمان وتبرياري لسرد وبينو سوا. فالأمر من الممكنات يراد فيقضى به فيكتب كواتا أو فرمانك ممكنة بكري يا كم زار خواي يقول إرادي دكا باشان قضاي لسردك وحكم ددك وبكري فيكتب دنسريتوا فينفذ حينما يأتي وقت التنفيذ يتر كبريال لسرد ديكات بريا خواي يقول دينسيتوا جيب ذكر لو كاتي كوا كاتي جيب ذكر ندي. فطلب كتابته يتضمن عن طريق اللزوم الذهني بالدعاء بالتخصيص بالإراد في الإمضاء والقضاء به كاتب أكو تازب أسماكر كاتب واكتب لنا يعني آخر مرحلة واتخواي قولة بريار بدل بومان وبش نسريتوا بمينتوا ولا بود زي كدن واكتب لنا خوا يعني آخر مرحلة بريار دان نسينويا خوا لبومان تثبيت بك أو برياره وبينو سوا كوالا دنيا ولا آخرة حسنة ما في بخش. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وكل قاسمي دلي أي أثبت لنا فيها خصلة حسنة. يا رب خوالو ما بنو سوا بريار بدو بينو سوا أوي تساكي لدنيا في من بخشي كالعافية وكو صحة خوشي والحياة الطيبة جياني تاك
والتوفيق للطاعة موفق كردن ما لبو الطاعة تو وأنا همي حسني دنيا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة لا تفسير السعدي ضلي حسني دنيا دي من علم نافع علم شي بسود ما بيبخشى سكا علم هي سود نياك بتحد زلسة كابرال ولو زي بزيناك والله علمي نافع أو علمي كوا دبيت عملي صالح خويا علمي نافع ما بيبخش ورزق واسع رزق فراوان لا أنواع رزق بما بخشى وعمل صالح موفق ما مكالبو كردو يتساك وفي الآخرة لقاسمي دلي أي حسنة أيضا لآخرة خويا حسنة ما بيبخشى وهي المثوبة الحسنى والجنة حسنة آخرتي بوي كوا بچينە جێگا خۆشەکە و جێگا چاکە کە بریتە لە بەهەشت إنا هدنا إليك لقاسمي دل أي تبنا إليك خو التوبة ما كردو قراينو لسعد دل أي رجعنا مقرين بتقصيرنا خو قراينو اعتراف ما كردبا تقصيرك مكرتيمان منيبين في جميع أمورنا لحمو لا أتشجيان ما قراينو ولايتو يا رب العالمين لا معارج دل إن موسى عليه السلام قد أعلن بهذه العبارة موسى عليه الصلاة والسلام بو عبارتي إعلان ذكاتن التوبة عن مذنبي بني إسرائيل الذين اتخذوا العجلة كواتا إعلان التوبة ذكا درباري قناه باركان بني إسرائيل كوا بيكري قول كيان برست وعن الذين قصروا فلم يأخذوا على أيديهم وهروا أو تاق ميدك كنان برز قول كبرام تقصيريان كركوا دستي أوانيان نقر وعن نفسه وهروها إعلان توبة ذكا لنفسي خوشي فيما كان ينبغي لمثله أن يفعل ما هو الأكمل والأفضل بويكا بخوشي أجر هر تقصيرية شي هبو بي داواد كأخوة توبة ما كدو قراينوا لو كدبات ساكتر وباشتر أنزام بدن بلام كان مكردية يتر وكو اعترافك بتقصيري خوي قال لا تفسيري قاسم دلي استئناف كواتا كاتك وموسى عليه الصلاة والسلام بهو الشيوي دعايدك يقول لا ترجع قال عذابي قال لي استئناف جملة شنوية وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه الكلام كواتا ليردا جملة شنوية ليرا هتاكو يرد دعاء بارانا وبو ليردا جوابي أو دعاء بارانا كأنه قيل فماذا قال الله تعالى في جواب دعاء موسى فقيل قال كواتا ليردا حتى واكتب لنا في هذه الدنيا حسن وفي الآخرة دعاء بارانا ودعوى كاري موسى عليه الصلاة والسلام دي خواهي قرد فرمو قال عذابي أصيب به من أشاء كواتا أو سزاو عذابي من وكل قاسمي دفرمي أي من أشاء تعذيبه من العصاد أواني كوا تاوانبارن أو مشيئتم لسربي لتاوانباران سزاي دم وكل سعدي دلي قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه طبعا شيء عذاب دا خواهي قوله أو كوا شقية بدبختة أو كوا قناها كان شانيان قرتيا متعرضا لأسبابه أو كوا تعرض بكالبو أسبابي عذاب أسباب عذاب تسيه قناه تاوانا هركسك تعرض بكالبو أسباب عذاب لمشيئتي خوايا أقربي عذابي ددا وكل معارج دلي ولا بد أن نضع في ملاحظاتنا دواما بيويست التي كان خمان بردوامي وما لم يشك بي أن مشيئة الله لا تفارق حكمته عذابي أصيب به من أشاء مشيئتي خواي قولا ببردوامي لقل حكمتكي قرينا ليك ديانا ابنوا وأن حكمته سبحانه إنما تقضي بعدله أو تقضي بفضل وإحسانه يكثر حكمة خواهي قول سبحانه وتعالى تعامل لك البندكاني يان بعدالة تعامل لك بتايبة لك كسانش قناح بالك ومستحق سزا بدرين بعدالة سزان دا لو حاطة الظلم يان لناك يان أوتا بفضل إحسان تاكي خوي ليان دبوري ورحمتي وسعت كل شيء رحمتي من هموشتك هندفر أوان هموشتك شي قلتيتو لا قاسمي دلي تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان والجنة كواتا رحمة خواهي قولا باز لمهرباني خواهي قولا باز لخوشبوني باز لساكنين باز لبهجدك يتر رحمة خواهي قولا صفتك لا صفاتكاني خواهي قولا سبحانه وتعالى
لبون منا ضل خواي جود فرم سورة الإنسان يدخل من يشاء في رحمته ولعلها هي المراد هنا بدليل مقابلتها بالعذاب كواتا زياتر لو أنا ما بس ليردا رحمتك زياتر باز لبهشتكي بكاتن لبر مقابل بعذابه بهر حال رحمتي خواي جورا صفتك لصفاتكاني وكل تفسير سعدي ضل ورحمتي وسعت كل شيء رحمتي من همو فراوان هذا وش تذكرتيته من العالم العلوي والسفلي لدنيا أو إلى عالم علوية لأسمان كان أو إلى عالم سفلي ولا سرزوية همو داقرتي برحمة خوي البر والفاجر تاككار وخرابكار هي تيان بيبشنين للرحمة خوي سبحان الله المؤمن والكافر إيمان دار وكافر همو يبشيان إلا رحمة خوي يقول لدنيا فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله هيز دروس كراوي إلا رحمة خوي يقول فيك اشتيا وغمره فضله وإحسانه هز مخلوق يغني إلا خوي يقول بفضل وإحسانه خوي داي بوشتيا ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة برام أو رحمة تايبتيي كواد بتماي بختوري دنيا وقيامة ليس لكل أحد أويان لها مكسيغنية لو يدفرمي أو رحمة تايبة فسأكتبها أو رحمة لبوتشي دنوسمو برياد دم لوتشي للذين يتقون أواني التقوى دكن تقوى سدكن يتقون الكفر والشرك والفواحش وكل قاسمي دله واتخوان لكفر خوان لشرك خوان لفاحشة وقناه قوركان دا باريزن وكل سعيد دله فسأكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها أواني واتلا قاسمي دله أواني كواخوان لكفر وشرك لا قناه قوركان دا باريزن برام لا سعيد دله بنوسيني يقزار شي لبو شيء أو متقيانا رحمة خواي يقول لبو بعض أو متقيانا شيء كوا مشمول برحمة خواي يقوله أوانك خوان لمعاصي دا بارز لقوله وقسك كان قال أبو المنصور ما من أحد مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمة في هذه الدنيا درباري رحمة خواي يقوله سبحانه وتعالى كلا دنياي وكو أبو منصور داره هيز مسلمان وكافر يقني إلا آثار شوينواري رحمتي خواي قوله بسريو دياره بها يعيشون ويواخون ويوادون وفيها ينقلبون إتر بو رحمتي خواي سبحانه وتعالى دجيه مسلمان وكافر بويا وكوابراتي يكتري دكن بويا ويكتريان خوش دوي لنا ورحمتكاني خواي قوله تقلب دكن دين ودسن لكنها للمؤمنين خاصة في الآخرة أو رحمة إخوائي وربة تايبة إيمان داران لآخرة لا حظ للكافر فيها حيث باش كافر تيدانيا وكل تفسير معارج ضلي للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أي أكتبها فسأكتبها للذين يتقون أوانك والتقوان هل بوان دنسم متابعين في حركة حياتهم التعامل مع أوامري ونواهي وزواجري وإنذارات بالتقوى كواتا تشين لبو تشي دنسم لبو كسان كوا لا هرسكوتي جيانيان لقال فرمانكاني خوا ولقال خذكراوكاني خوا يقول لقال إنذاركاني خوا يقول بالتقوى تعامل لكن أي باتقاء عذابي عقابي وعذابي كواتا بوشي هرسكوت دكن أو أنا مشاني وأنا كخواي جور الرحمة خوي لبيان بنسي أو أنا للدنيا دبوشي وهالسكوت ده كان كوا خويان لعقابه لسزاي خواي جور ده باريزن الذي رتبته على ترك ما فرضته على عبادي كواتا عقابي خواي جورج لو شيء لبو أو كساني كوا أوشتاني كخوا فرز كرد وانوازي ليدينن الذين وضعتهم في الحياة الدنيا موضع الامتحان أو أنا كوا الدنيا لتاقي ودان وفعل حرمته عليهم وفعل ما حرمته عليهم كوا تعذابي خواي يقول لو كساني كوا أوشتاني كفرز كرد خواي يقول وازي لناينن يعني أنزامي نادن أوشتاني كخوا فرزي كرد أنزامي نادن وأوشتاني كخواي يقول قد غي كرد وحرامي كرد وأندسن أنزامي دن إتر رحمتي خواي يقول لبوتشي لبو كسان كوا يتقون بالتقوى تعامل لقال فرمان كان خواي يقول دكن واتفرمان كاني أو كوا فرمان فكرة زي دكن خوان لعذاب خوي يقول دبارز وإيك وقد غي كردي خوان لي دبارز أنزامي نادن لبو أوانا ويؤتون الزكاة أي يعطون زكاة أموالهم هلوها زكاة مالكان ينددن
وكل معاجز ومع أن التقوى تستلزم فعل كل الواجبات ومنها أداء الزكاة كواتكات كذ فرمي دين وسن بوكسان كوات تقوى دكن إخوة ضمن التقوى أو كوا فرمان كان زي بزك كوات الزكاة مالي شان ددن اللي بتسيد دوبار دكاتوا لبر أو دوبار دكاتوا اهتماما بشأن هذه الفريضة براس جرنجيدانا بو فرضية بو اشتكى فرض كذا لبر وكو زان تخصيص بعد عام بقشتي تقوى دكن وبتايبتيش زكاة ددن كواخوي يقول أو زكاة لسر بني إسرائيلش فرض كردبو هر وكل لسر أمتي إسلاميش فرض كردية ولا زور بالشريعة كانش هرها لبر أوي بتايبتيج لأن النفس الإنسانية يحرضها الشح فيها على التهاون عادة لوب بتايبتي خوي يقول لي ردا ولا زور زي قايدي كاش باسي ذكاء لبر أوي نفسي إنسان كان بقشتي زياتر هاني إنسان دن كوا شحيحي وبخيلي بك حقي خوال مالكي درنك لو خوي يقول بتايبتي دفرمي تقوى دكن رحمتي من لبوك سان كوا تقوى دكن وهو زكاتي مالكاني عن دردكن بالا خوشوستان دیاره اتکهش ده هندش تریمات ده باز بکن والله نبرتوا بونی کد وستیم بپشتوانی خوای گل وانی دهاتو دینو خدمتی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.